السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة اليومية، كيكة الشاي العادية جدا، بس هعمل لكم النهاردة فيها تكات حلوة جدا هتخليها تطلع معانا بصراحة حلوة جدا مرتفعة وفاتحة. هقول لكم سر نجاحها وسر فتحان الكيكة، لونها هيبقى فاتح وحلو. هنقول مع بعض المقادير وهقول لكم ايه الحاجات اللي بتدي اللون ده. كوباية من السكر، كوباية من اللبن، نص كوبايه من النشا، حلو جدا بيفتح الكيك وبيديله هشاشان حلو قوي. وبعدين الحاجه اللي بتخليها تدي طعم حلو ما بتبقاش زي البسيسه، بس بتديها ترميله جميله جدا، دقيق الذره. ده دقيق الذره صفرة بس ناعم، هاتوه دايما يكون نوعه حلو من سوبر ماركت. وبعدين حط لها عصر ليمونتين، 2 بيضايه، نص كوبايه من الزيت، وبعدين برضو بشرين الليمون، عاملين البشر بتاعه، واخدين رشه من الملح، فانيليا. وبعدين الحاجه اللي بتديها برضو طعم حلو جدا، معلقه من السمنه البلدي بس بتعزز النكهه بتاعتها، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وهنحط لها معلقه من الخل برضو بيتفتحها وبيخليها حلوه جدا. وهنا 3 كوبايات من الدقيق بننخله اكتر من مره، انا نخلاه النهارده مرتين 3 علشان برضو العجينه بتاعتنا تكون هشه وحلوه جدا. بصوا النهارده مش هشتغل بالمضرب، لو حابين بالمضرب انا هوريها لكم قد ايه هي سهله وبسيطه جدا. هشتغل النهارده بالسباتولا، ممكن بالخلاط هتبقى حلوه جدا، بس انا هوريكم قد ايه بتبقى ناجحه معانا وسهله وبسيطه. كوبايه السكر هنحطها، وهنحط معاها الزيت، نلفها لفه بسيطه كده، وبعدين هنحط البيض بتاعنا، نحط 2 بيضه كده. وبعدين طالما حطينا البيض بقى هنحط على طول الفانيليا والملح، وهنحط بشر الليمون، وهديها بقى تقليبه كده بسيطه. هي على طول بتلف زي ما انتم شايفين ازاي. حابين بقى نحط كل الخليط ده في الخلاط هتبقى حلوه جدا برضه، بس هي سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين. هنحط معاها بقى الليمون، وهنلفها لفه كمان، بس الليمون فتح البيض ازاي مع السكر. ممكن كمان بدل اللبن بقى بصراحه بتبقى حلوه جدا الزبادي بيبقى حلو جدا مع الكيكه مع كيكه الباباز، بيخليه هش وحلو جدا. هحط بقى اللبن، هديها تقليبه بسيطه، وهنحط بقى معلقه من الخل، برضو بيفتح اللون بتاع الكيك جدا، الخل الابيض العادي جدا، ومعلقه السمنه بس كده على طول، وهنقلبها. خلصت هي كده. اهم حاجه خلط المكونات السائله مع بعض، وبعدين على طول بقى نبدا نحط على طول دقيق الذره، وهنلفها كده بسباتولا لفه بسيطه كده، وهننزل بقى ايه بالدقيق مع النشا، ونحط البيكنج باودر. خلاص هي خلصت. وبعدين هنزل بقى بالدقيق، نحط معاه النشا والبيكنج باودر، بس بقى هنلف الكيك كده مع بعضه في اتجاه واحد علشان خاطر ما نخليهاش العجينه تهبط معانا واحنا شغالين كده كده، ونلمها على طول. بس بقى القوام بتاعها حلو جدا، مش خفيفه ومش تقيله. محضره الصينيه ومبطناها رشه من الزيت، ولازم نبطنها بالدقيق عشان ما تلزقش فيها الكيك لما تطلع. وهنحط على طول الكيك، الفرن بقى قبل ما نيجي نشتغل دايما في الكيك، اول في المخبوزات عامه لازم نشغله، يعني من قبلها كده اول ما نقول بسم الله وهنبدا نحضر المقادير بتاعتنا بنشغل الفرن 180 درجه، ونخليها في الفرن ان شاء الله لمده تلت ساعه، ونبدا ايه نفتح عليها بالراحه لغايه ما نتاكد ان هي بس استوت. بتقعد حوالي من تلت ساعه نص ساعه بالكتير في الفرن، فبعد تلت ساعه بنبدا نفتح عليها، نهبدها كده بس بسيط عشان لو في اي هواء فيها يطلع. بصوا بقى طالعه جميله جدا ازاي. بصوا طبعا احنا بنختبرها باي حاجه سنها رفيع، بصوا بالسكينه، ودايما نختبر من النص. بصوا طالعه زي الفل. هنعمل فيها ايه؟ المفروض بنسيبها تبرد خالص. انا هحاول اقطع منها قطعه كده قدامكم.
بصوا حلوه ازاي، جميله جدا، هشه، بصوا فاتحه جدا، قطعه بسيسه بصراحه في منتهى الروعه. كوبايه شاي بقى جنبها، قوموا اعملوها في الجو البرد ده، هتعجبكم جدا ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.